السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل فيه تورته سهله قوي واقتصاديه، مش هتكلفنا اي حاجه. يعني مش هنشتري ولا دقيق سبونج ولا هنفصل صفاره عن بياض ولا اي حاجه، نعملها بالدقيق العادي. وكمان هنحط كل المكونات على بعضيها وتطلع معانا كيكه اسفنجيه حلوه قوي. وكمان هنزينها بطريقه سهله قوي، يعني باي حد مبتدئ، اي حد ما عملش تورت قبل كده هيعرف يزوقها. اي حاجه عندك هتحطيها عليها هتديكي شكل حلو في الاخر. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. بس الاول لو مش مشتركة في القناة اشتركي وفعلي الجرس وما تنسيش اللايك. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونشوف عملناها ازاي. اول حاجة نجيب بولة ونتأكد ان هي ناشفة ما فيهاش اي نقطة مية، ننزل فيها ب5 بيضات وعليهم كيس فانيليا، وهنحط عليهم معلقة خل. طبعا الخل محسن حلو قوي وكمان مادة رافعة للكيكة وبتخلي كمان الكيكة تبقى قلبها ابيض. ودي معلقة محسن جل، لو مش موجود عندك مش مهم ما تحطيهوش، بتجيبيه من عند العطار، بس ده بيحافظ على ان الكيكة ما تهبطش. وحطيت عليها نص كوباية لبن وكوباية سكر. ممكن تستبدلي اللبن ده بمية، يعني مية او لبن مش هتفرق، وكمان لو مية هيكون الكيكة احسن، كمان هتكون الكيكة اسفنجية اكتر كمان ما تقطعش منك. حطيت كوباية السكر، ادوب بس السكر كده مع البيض، او ممكن برضو عادي احط الدقيق والنشا وبقية المكونات وبعدين في الاخر اضرب، مش فارقة كتير. ضربتها بس ضربتين كده عشان خاطر السكر، لان السكر خشن قوي. المفروض السكر يكون حبيبات برضو بس يكون ناعم شوية، لكن ده كان خشن قوي فقلت ادوبه شوية كده مع البيض. احط بقى الدقيق، دول كوبايتين دقيق او حوالي ربع كيلو. انخلهم، طبعا لازم يكونوا منخولين كذا مرة، لان كل ما يتنخل اكتر هيدخل فيه هوا ويخلي الكيكة تبقى عالية معايا. ودي معلقتين نشا كبار او تلت كوباية نشا، وحطيت عليها معلقة صغيرة بيكنج باودر، مش اكتر من كده، لاني حاطه محسن جل وحاطه خل فكفايه قوي معلقه صغيره بيكنج باودر. دي ذره ملح خفيفه قوي. اضرب بقى كل المكونات على طول بالمضرب. في الحاله دي بقى احنا عايزين مضرب كهرباء، مطلوب قوي مضرب الكهرباء هنا عشان خاطر يديه بقى قوام الكيكه الاسفنجيه بالظبط. خلينا اضرب فيها كده حوالي 10 دقايق. الاول بتكون على سرعه هاديه شويه وبعد كده بعلي السرعه. وخلينا اضرب فيها حوالي 10 دقايق. طبعا الم الدقيق كده من الجناب دون عشان خاطر كله ينضرب مع بعض. اضرب الخليط بقى كويس لحد ما اتاكد ان كل المكونات كده اتخلطت كويس فيه، وكمان يديني بقى قوام الكيكه الاسفنجيه. وطبعا معلقتين 3 النشا اللي احنا حطيناهم او تلت كوبايه النشا دول مهمين قوي عشان خاطر برضو يدينا قوام الكيكه اللي هو الكيك الاسفنجي. لازم يدينا القوام ده، بيكون تقيل كده شويه، ما بيكونش خفيف زي الكيك العادي. كده ده القوام المظبوط كده خلاص. طبعا معايا صينيه بقى انا دهناها زيت وحاطه فيها ورق زبده، ودهنه ورق الزبده زيت تاني، ممكن ترشيها دقيق كمان لو عايزه. نزلت بالخليط بقى كله كده في الصينيه دي، الصينيه الوسط، يعني دي من الطواجن كده الطاجن المتوسط. مش شرط بقى نعملها في صينيه حرف عالي ولا اي حاجه، ممكن تعمليها في الصغيره كمان هتكون عاليه قوي. لو انت عايزاها عاليه قوي تقطعيها 4 طبقات اعمليها في الصغيره. انا عاملاها في الطاجن الوسط، تعمليها بقى في طاجن مربع او مدور. هي الصينيه دي مقاس 28. كمان جبت حرف سكينه رفيع كده وقعدت اقلب فيها كده عشان خاطر اطلع الهواء اللي فيها، او ممكن بخله كده تطلعي الهواء اللي فيها. وبعد كده بقى هظبط الوش بتاعها تاني، لان طبعا الكيكه تقيله مش زي الكيك العادي. طبعا انا مولعه الفرن بقى من قبل ما اشتغل في الكيكه، مولعه على درجه حراره 180 وسايباه والع على طول لحد ما خلصت الكيكه. دخلتها فيه بقى، خدت معايا ساعه الا ربع. دلوقتي انا هزينها كده، كانت بقالها حوالي 10 ساعات معموله، يعني ممكن تعمليها من بالليل وتسيبيها الصبح. انا كنت عاملاها الصبح وما زوقتهاش غير بالليل خالص. دلوقتي بقى اشيل القشره بس الطبقه اللي فوق كده. طبعا الكيكه اسفنجيه وشايله جدا، لو انا عاملاها كمان في صينيه اصغر هتكون شايله اكتر من كده. شلت الوش بتاعها طبعا عشان خاطر الكريمه تلزق فيها، وبعد كده قطعتها نصين باي سكينه بقى او منشار. كيك اسفنجي وابيض جدا وحلو قوي. اركنها على جنب بقى واعمل الكريمه. انا هعمل كريم شانتيه، هحط عليه كمان كريم باستري. دي كوبايه الا ربع، انا جايبه ب10 جنيه ده كريم باستري من عند العطار، جت حوالي كوبايه الا ربع. فديت بتحط عادي مع الكريمه العاديه، كريم شانتيه العادي. احط كوبايه كمان يبقوا كوبايتين من الكريمه الخام دي من غير سكر، وكوبايه الا ربع كريم باستري. فدول بيتحط اديهم بقى ميه او لبن متلج،
وكمان هحط لهم نص كوبايه سكر. نص كوبايه سكر هيديها طعم حلو، مش اكتر من كده عشان ما يبقاش مسكر قوي. احط قدهم ميه او لبن متلج، اهم حاجه تكون ميه متلجه او لبن متلج. انا حاطه 3 كوبايات الا ربع، فاحط 3 كوبايات الا ربع كمان ميه. دول كوبايتين ونص. الاول اضرب واشوف عشان خاطر يبقى الكريمه، انا عايزه الكريمه متماسكه معايا، مش عايزاها تبقى سايحه عشان خاطر ما تنزلش من على الكيكه. اضربها كويس بقى بالمضرب لحد ما تديني القوام اللي انا عايزاه. لو طلعت طبعا تقيله معايا ازود ميه تاني. الم كده بالسباتولا كله عشان خاطر اتاكد ان الكريمه كلها تندرب مع بعض. اضرب على طول بالمضرب الكهرباء. ممكن تحطيها في الكبه او في شفشق الخلاط زي ما انت عايزه، او مضرب يدوي بس تاخد منك وقت شويه. ابتدت تتقل معايا، طبعا هي كده هتتقل جامد فهتبقى عايزه بقيه الميه بتاعتها. احط لها كمان نص كوبايه الميه او ربع كوبايه الميه اللي فاضله. انا هحط الميه واضرب بالمضرب لحد ما تديني القوام المظبوط. هي خدت مني بالظبط 3 كوبايات، لان احنا طبعا في الشتاء فبتبقى متماسكه كمان. لو في الصيف لا، اخليها اتقل من كده. كده قوامها مظبوط. لما اشيلها كده او اقلبها كده ما بتنزلش بالسباتولا. انا هعبيها في كيس بقى عشان خاطر اعرف احطها على الكيكه كويس. ممكن احط بالسباتولا كده عادي. هعبي شويه في كيس. دلوقتي هجيب بقى القاعده بتاعه التورته. حطيت عليها معلقه بس كده من الكريمه عشان خاطر تلزق فيها، عشان الكيكه تلزق فيها. كيكه انا مقطعاها 2، ممكن تقطعيها 3 زي ما انت عايزه. لو عايزاها اعلى من كده قطعيها 3. هسقي الكيكه بقى عشان تكون طريه معايا، تكون طعمها حلو، يكون الجاتو طري كده وطعمه حلو. دي كوبايه لبن، فاحط بالمعلقه كده اسقيها كلها كده باللبن. ممكن اعمل لها شربات خفيف، ممكن اسقيها شويبس او اي حاجه عايزه اسقيها، او شوكولاته كده نسكافيه مع حبه لبن، او عسل نحل بحبه ميه، اي حاجه زي ما انا عايزه. سقيتها كويس، حطيت بقى عليها الكريمه. احط طبقه كويسه كده من الكريمه عشان تديها طعم حلو. طبعا الكريمه مصفره شويه لان الكريم الباستري بيبقى لونه كده غير الكريم شانتيه العادي، فانا حاطه عليها كريمه باستري فبتخلي لونها يبقى اصفر شويه. اسوي بقى الكريمه كده معايا باي سكينه بقى او سباتولا او اي حاجه عندي، واسوي كده الكريمه كويس. حطيت الطبقه التانية هسقيها برضو عشان خاطر الجاتو كده يكون معايا طري وطعمه حلو. هي الكيكه طريه جدا مش محتاجه كمان تتشرب، بس كل ما تسقيها كده بيكون طعمها احلى كمان. طبعا مش هسقيها قوي لحد ما اعجنها خالص يعني، ارشرش عليها بس شويه كده. احط عليها بقى كمان طبقه كريمه اجلسها بيها كده. اهم حاجه اسويها اخلي حروفها كلها قد بعض، ما اخليش فيها ناحيه تخينه وناحيه رفيعه. واحط في الجناب كمان. لو انت عايزه تجيبي كمان كريمه لباني بودره ممكن تحطي كريمه لباني بودره، مش هتستخدمي بقى كريم شانتيه ولا كريم باستري. هيديكي غنى قوي. كريمه اللباني البودره هتديكي غنى قوي، لكن الكريمه الباستري هنا عشان انا مستخدمه كريم شانتيه عادي فبتديها طعم احلى كمان. دلوقتي بقى انا هعمل فيها ايه شكل، بس هشرشرها كده واسويها في نفس الوقت. فجبت المشط اللي هو بتاع التورت ده عشان خاطر اشرشرها بس كده يديها شكل. هزوقها بقى باي امكانيات عندي زي ما انا عايزه بقى. حطيت حبه كاكاو كده، نخلت حبه كاكاو على حبه كريمه وضربتهم عشان خاطر بس يديني لون تاني. لو عندك اي لون تاني عايزه تحطيه حطيه. واي شكل فيه بقى، انا عملت شكل فروع النور كده ولا شكل الستاره كده، اي شكل كده من الجنب بتاع التورته، اي حاجه يديها شكل حلو. بس لو مش عايزه احط اي حاجه في الجنب برضو مش مهم، اي حبه مكسرات او جوز هند او سوداني او فاكهه زي ما انا عايزه. انا معايا الكريمه كتير فكل ما بحط لها طبعا كريمه اكتر بيكون طعمها حلو. كمان معايا شوكولاته خام بقى مبشوره، بشرتها كده بالمبشره. هاخد منها على الحروف دي تدي طعم حلو، وفي نفس الوقت تغطيها بس كده تديها شكل حلو. ممكن تحطي فرماسيل الوان او تحطي فاكهه او سوداني مبشور زي ما انت عايزه. اي امكانيات عندك بقى، احنا بنعملها بطريقه سهله عشان اي حاجه موجوده في البيت. وده اي بونبوني كده بالشوكولاته
يديها بس شكل حلو وطعم حلو. ممكن تحطيه ملون كمان. حطيت كده ما بين الوردات دي كده. وكمان معايا كريز بقى هقطعه كده واحط على الوردات دي كده كريز، يكون طعمه حلو وشكله حلو، يكسر اللون شويه. لو عايزه اقدمها على كده كفايه قوي، مش محتاجه ان انا احط عليها حاجه تاني. او ممكن اعمل لها صوص شوكولاته كمان من فوق، هيكون طعمها حلو وشكلها حلو. اي شكل بقى كده. حاولت اقسمها كده عشان خاطر احط فيها ده سوداني كده مبشور، او ممكن تحطي عين جمل او اي مكسرات عندك تبشريها برضو كده وتحطيها. سوداني وشوكولاته كده على وشها، على اساس القطعه لما تقطع كده يكون عليها كل حاجه، يكون طعمها حلو. كمان هحط عليها حبه فرماسيل كده الوان، اي حاجه بس تديها شكل حلو. لو عندك بقى صوص كراميل او صوص شوكولاته، هي مش محتاجه اكتر من كده، بس الحاجات التانية دي بتديها طعم حلو. كل ما بنزود لها شوكولاته، احنا بنحب الشوكولاته فبيديها طعم حلو. صوص شوكولاته كده على وشها او صوص كراميل، او ممكن بعد ما تقطعي القطعه كده ترشرشي كده عليها، يكون طعمها برده شكلها حلو. ما خدتش معايا اي وقت، واي حد مبتدئ ما عملش تورته قبل كده هيعملها. الكيكه من قلبها سفنجيه جدا، باينه قوي سفنجيه جدا وطريه جدا، وطعمها احلى كتير من الجاهز. ممكن تقطعيها كمان 3 طبقات، انا عاملاها طبقتين والطبقه تخينه، حسب بقى اللي انت عايزه تحشيها. ممكن تحطي في قلبها فاكهه برضو، لو عندك اي فاكهه مجففه، او دلوقتي في فراوله ممكن تحطي في قلبها فراوله، او عندك مانجا في الفريزر ممكن تقطعي كده الفاكهه في قلبها مع الكريمه، هتديها طعم حلو قوي، وكمان شكلها هيكون حلو. او تحطي على وشها فاكهه من فوق بدل المكسرات والحاجات اللي احنا حاطينها دي. يعني الشكل النهائي ده بقى اعمليه باللي موجود عندك، مش شرط نكلف نفسنا او نشتري حاجات كتير من بره. اي حاجه بسيطه هتديها شكل حلو وطعم حلو. كمان لو عايزاها كريمه بس ساده واكتب عليها اي حاجه من فوق برضو هتكون حلو. بس كده تورته سهله واقتصاديه، مخدتش معانا وقت، ما اشترينالهاش حاجات كتير من بره، ومن غير دقيق سبونش ولا اي حاجه، كمان ما فيش زبده ولا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه حطيناها عليها. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.